علشان نعمل كوكيز التيراميسو الخطير هنحط معلقة ونص من الزبدة السايحة، عليهم معلقة ونص من السكر البني. طبعا ممكن نزود ونحط كمان نص معلقة من السكر الأبيض أو كمان نص معلقة من السكر البني. هقلب كده شوية السكر بس يعني يدوب يسيح أو يدوب مع الزبدة. هنا بقى معلقتين كبار من أي نوع جبنة كريمي متوفرة عندنا. كل ما يكون نوع الجبنة طعمه حلو، كل ما يكون الكوكيز بتاعتي طعمها أحلى. وطبعا كلنا عارفين تيراميسو يعني نسكافيه، رشة بسيطة جدا من النسكافيه. وطبعا حسب الكمية، لو عايزين نضاعف الكمية هنضاعف، مفيش اي مشكلة خالص عندنا. هقلب كويس. نص كوباية من الدقيق، ما يعادل تقريبا 4 معالق. هقلب بقى. وكمان هنا رشة تقريبا ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة من الملح تعادل السكر. هلم بقى العجينة. افتراضا الدقيق طلع كتير ممكن نحط نص معلقة لبن، الدقيق طلع قليل هنزود معلقة دقيق، يعني احنا حسب القوام اللي احنا حابين نوصل له. طبعا بالنظر كده احنا شايفين احنا بنعمل ايه واخدين بالنا. دلوقتي انا حطيت نص معلقة كمان من الدقيق. هقلب لحد ما الدقيق يختفي معايا، يبقى انا كده حطيت 4 معالق ونص من الدقيق، ما يعادل نص كوباية. وزي ما قلنا القوام حسب ما احنا شايفين قدامنا نعمل ايه، فهنظبط القوام على اللي احنا شايفينه. قطعتين 3 كده، 20 قصدي يعني من الشوكولاتة القطع. والشوكولاتة حسب الرغبة، حسب ما احنا حابين نحط، مش بالمعيار. نقلل نزود براحتنا خالص. دي طبعا كوكاية كده محترمة بنت ناس. لو حابين بقى نضاعف الكمية مفيش اي مشكلة خالص. بالشكل ده كده. انا حطاها في الفرن، حابين تحطوها في الميكرويف برضو مفيش اي مشكلة. نزود بقى شوية شوكولاتة كده على الوش ونحطها في الفرن درجة حرارة 180، هتاخد تقريبا 7 دقايق. دلوقتي كوكي التيراميسو بقت جاهزة معانا، ريحتها خطيرة. وبكده كوكي التيراميسو بقت جاهزة معانا، طعمها خطير جدا جدا جدا. شايفين بقى تحفة جدا جدا. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي جرب الوصفة وتعجبه ياريت تسيب لي رأي في كومنت، واللي أول مرة يشوف قناتي يعمل اشتراك، واللي عجب الفيديو يعمل لايك. سلام.